يا سهام. تعالى يا بني في المطبخ. ايه يا سهام؟ ايه يا حبيبي؟ لا رايحه فين؟ ابوس ايدك، انا جاي من الشغل واجع من الجوع هموت. رايحه فين؟ والله انا مخلصه الاكل ده، انا عامله لك النهارده مكرونه وفراخ، بس هطلع لامك الاكل وانزل على طول. تطلع لامك الاكل؟ اه. طب بدل ما تطلع لها الاكل تاكل فوق لوحدها، ما تخليها تنزل تتغدى معانا يا بنت. والله يا محمد انا نفسي، ما انت عارف امك لما بتنزل هنا بتقعد وما بتاكلش. انا مش عارفه امك بتعمل كده ليه، مع اني والله ما مقصره فيه. ده انا بحبها زي امي الله يرحمها. وهي بتحبك معلش يابا زي امك، استحمليها. يعني مصممه تطلع الاكل فوق؟ خليها بقى براحتها يا حماد. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ بالله عليك دقيقه واحده، عشان بصي انا مش قادر اغير هدومي، يعني انا هغير هدومي بعد ما اتغدى، فبالله عليك دقيقه واحده وخلصي نفسك. حاضر. خلاص؟ حاضر. يا ماما، الله سايبه الباب مفتوح كده ليه؟ ازيك يا ماما، عامله ايه؟ الحمد لله. ايه اللي انت جايباه ده؟ عامله مكرونه وفراخ، قلت اطلع لك الاكل. لا يا حبيبتي خديه معاكي تاني، انا مش عايزه اكل من حد. وقبل ما تنزلي الاكل في المطبخ بتاع امبارح، خد الحله باللي انت جايباها امبارح لحالها زي ما هي، بدل ما ارميه في الزباله. يعني انت يا ماما هتنزليني بالاكل ده وبتاع امبارح؟ اه. ليه يا ماما بتعملي كده انا مش عايزه. على فكره يا ماما والله انا ببقى نفسي تنزلي وتقعدي تاكلي معانا تحت، انا مش عارفه انت بتعملي كده ليه. والله يا ماما انا نظيفه، ده انا بغسل مواعين مرتين. سالي حماده ابني، انت بتجرفي مني يا ماما. ما بجربش ولا حاجه، بس انا مش عايزه. يلا مش تطولي علشان اروح اجيب طماطم. يلا. طب هتنزلي تجيبي طماطم ليه؟ ما انا انزل اجيب لك. لا انا مش بحب حد يجيب، انا بحب اجيب حاجه بنفسي. انا نازله اجيب طماطم. يلا يا حبيبتي. حاضر يا ماما. خدي دي وخدي اللي في المطبخ جوه. حاضر يا ماما. ايه يا بنتي؟ ايه يا بنتي جوعنا، حرام عليك، ابوس على ايدك عشان ناكل. ايه ده؟ هو انت طلعت لامك حله جبت واحده تانية؟ جبت واحده تانية يا حماده، ده الاكل بتاع امبارح اللي انا مطلعاه لامك. والاكل اللي قبل كده يا حماده امك كانت بترميه في الزباله. امك ما بترضاش تاكل من ايدي حاجه يا حماده، امك بتجرف مني. امك انا بعتبرها زي انا مش عارفه هي بتعمل معايا كده ليه. ده حتى نازله دلوقتي تشتري طماطم، بقول لها هاتي وانا اجيب لك، تقول لي لا انا بحب اجيب حش لنفسي، مش يعني هتجيبي لي حاجه. امي ما بترضاش تاكل من ايدك خالص؟ اه يا حماده. ولما بتطلعي لها اكل بترميه في الزباله؟ كذا مره اطلع اجيب الزباله عشان ارميها لها، الاقي في الاكل اللي انا مطلعه لها. انا مش عارفه امك بتعمل كده ليه يا حماده، امك بتجرف مني ليه؟ يعني هي نازله دلوقتي تجيب طماطم؟ اه. طب ما تحطش في بالك يابا، معلش بتدل عليك شويه، خش بس حط الحلال دي وجهزي لنا الاكل وغرفي لنا الاكل. حاضر. طالما هي نازله اللي كده كده قاعد مستنيه. حاضر يا حماده. روحي. ايه ياما؟ ايه يا حبيبي؟ تعالي يا حاج عايزك. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله والله تمام، عايز اشوفك بس. انت تعالي عامل ايه ياما. يابا؟ الحمد لله والله. عامله ايه يا ازيك غالي؟ يا حبيبي؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام والله العظيم ياما. ربنا يخليك يا ابني يا رب. عايزك في كلمتين. نعم. هو انت ليه ياما على طول كاسره بنفس البت دي ياما؟ ليه ياما بتاخدي منها الاكل وترميه في الزباله ما بتاكلهوش ياما؟ ليه ياما تطلع عشان تودي لك الحله ياما الاكل بتاع النهارده تقولها لا وخدي الاكل اللي انت جايباه امبارح؟ على فكره ياما انا ابنك وعايش معاها والله العظيم نظيفه ياما، وبتغسل الحاجه مره واثنين وثلاثه واربعه. هي بتحبك وبتحاول على قد ما تقدر تتجرب منك، انت ليه بتعملي كده ياما؟ هو انت جرفانه منها ياما؟ هو انا هجرف من سهام؟ ده بنتي سهام. يا سهام ده بنتي. تعالي يا حبيبتي. يا لهواني، انا هجرف من بنتي؟ ده سبحان بنتي. الله، ربنا يخليكم لبعض والله العظيم. فرحتيني والله ليه العظيم كده يا ابني؟ ده بنتي. ربنا يخليك يا رب. طب خشي، طب اقعدي شويه. لا ده انا مش نازل. طب انا بعد اذنك بس مزنوقه اخش الحمام، والنبي بس هات لما كوبايه عصير حتى لو هتشربها وهي واقفه. حاضر يا ماشي؟ ماشي يا حبيبي. ماشي يابا. ماشي يابا. والله يا ماما انا مبسوطه قوي ان انت مش زعلانه مني. خليك يا حبيبي. هجيب لك العصير هنا ولا هتدخلي تشربي جوه؟ ماشي. لا هنا عشان امشي. حاضر يا ماما، دقيقه واحده. اتفضلي يا ماما. والله يا ماما انا مبسوطه ان انت رضيتي عني ومش زعلانه مني. ما تدخلي يا ماما تشربيها جوه بدل ما انت لا واقفه كده. واقف كده عشان انزل. طب بصي يا ماما، دام انت رضيتي عني ومش زعلانه مني خليكي وانا هنزل اجيب لك الطماطم. طب ماشي انزلي. هاتي لي 2 كيلو طماطم نظيف، جبتها مفعصه راجعك تاني. حاضر في ثانيه. يلا في حاضر. دقيقه تكوني هنا. حاضر يا ماما. خلاص. حاضر. ايه يا حاجه؟ ايه يا حبيبي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. بالهنا والشفا. يخليك يا حبيبي. يا سام راحت فين؟ تجيب لي طماطم. راحت تجيب لك طماطم؟ سبحان الله، غلبانه ما تعرفش ان الطماطم كده كده هتترمي في الزباله. ايه رايك في العصير؟ حلو زي العسل. كويس يعني؟ اه. مش عايز سكر ولا حاجه؟ لا زي العسل. والله اصل انا شفتك ياما وانت بترمي العصير في الزباله ياما.
مش معقوله كده ياما، في حاجه غلط ياما. انا ابنك معلش صارحيني بالهنا والشفا يا حاج، هاتي ده عنك. املهولك تاني عشان تدلقيه في الزباله، املهولك تاني عشان تكبيه. بص ياما، انت بتعملي كده ليه ياما؟ انا عارف ان انت ما بتحلفيش بالله باطل، وطالما حلفتي بالله يبقى انت ياما كلامك صح. انت قلتي والله يا ابني ما جرفانه منها، انت فعلا مش جرفانه ياما. هو انت ياما خايفه سهام تكون عامله لك عمل؟ انت خايفه سهام ياما تكون عامله لك عمل؟ يعني ياما صح. ليه ياما؟ بأمارة ايه؟ عشان ايه؟ عندك مال الدنيا ياما، صحتك هبله فيكي صحه، يعني بسم الله ما شاء الله ياما، يعني الدنيا مقطعه بعضها معاكي عشان اخر حاجه تيجي على دماغك ياما ان مراتي تكون عامله لك عمل، فانت خايفه تاكلي من ايديها. حرام عليك ياما، ده هبله، ده غلبانه، ده بريال، ده ما بتعرفش تنزل تجيب حاجه بالسوبر ماركت ياما. حرام عليك ياما، ده بتحبك، ده امها ميته وبتقول ان امي عايشه ما ماتتش. بقى انت ياما خايفه ان مراتك تكون عامله لك عمل، اصل لو ده حصل هتبقى مصيبه. بص يا حاج، بص يا حاج عشان اجيب معاك النهي، لو انت مش عايزه تاكلي ما تطفحيش، اللي بياكل على ضرسه بينفع نفسه براحتك طول ما بابك مقفول عليكي. لكن تنزلي تقعدي مع النسوان في الشارع تحلوي. مرات ابني لا ما باكلش حاجه من ايديها، ولا بتخليها تعمل لي ده، ما باكلش ولا بشرب حاجه من ايديها. هيسالوكي ليه؟ لو انت قلت انا خايفه ان هي تعمل لي عمل يبقى انت ناقصه تربيه، ده نقص تربيه. ولو انت حاولت تحل الموقف وتجملي روحك شويه ويبقى عندك رحمه بيها سنه، هتقولي لا اصل انا بجرف منها، وفي الحاله دي يبقى انت برضه ناقصه ادب وتربيه. حرام عليكي، ده انت بقيتي جدا، انت شعرك كله بيض. احساسك ايه والبلد كلها ماسكه سيره ابنك؟ مرات ابنك هتعمل لك عمل على ايه؟ الجمال مقطع بعضه، عندك فلوس زي الرز، صحتك هبله، ده انت رجلي في الدنيا ورجلي في الاخره. حرام عليكي، حرام عليكي. احساسك بيبقى ايه والبلد كلها ماسكه سيره ابنك؟ مرات ابنك هتعمل لك عمل ليه اذا كنت انت اساسا مش نطله؟ بالله عليكي ما تجيبهاش في قصه النظافه وانها ما بتعملش، وانها عشان انت عارفه ان هي بتعمل وانت عارفه ان هي نظيفه. فلما توصل بيك الحاله انك انت تكب الاكل في الزباله او تدلق العصير في الزباله، فده ملوش غير معنى واحد، انك خايفه ان هي تكون عامله لك عمل. بأمارة ايه؟ اتقي الله، انت بقيت رجلي في الدنيا ورجلي في الاخره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.